عندك. بقول لك يا ماما، هي الخصخصه تعني اعاده توزيع الادوار بين الدوله والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدوله؟ وانت يا اختي كل يوم هتقعدي فرشالي فرشه الكتب دي؟ يا ماما انا براجع. تراجع ايه يا اختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجه قربت تطلع. وترد على التليفون يا فوقيه. بتعاشوا بنتك الله يلعن الثانويه العامه هتبقى داخله. الله يلعنك انت، انما بنت ربنا يحفظها جت كل بلد تجوز. الو الو. ايوه انا متولي الخولي. ايه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربيه والتعليم شخصيا. ايوه سعادتك. نجيبه بنتي. مالها نجيبه بنتي؟ ايه؟ طلعت الاولى على الثانويه العامه. لا الفرحه يا باشا. قول لسعادتك هي جابت كام؟ ايه يا بابا؟ معالي وزير التربيه. ما اعرفوش عايز ايه؟ نجحت يا بنتي. جبت كام؟ 101%. بس معالي الوزير. بنتي. الله يبارك فيك يا حبيبي، متشكرين قوي. حبيبتي طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك وزاره التربيه. عايز كده بقى ايدك على 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي ساعة 100 جنيه يا هلا. الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه هو انا اعرفك؟ طب لما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. الف مبروك يا حاجه ساعه ست النظره. بسرعه انا هموت يا اختي بعد الشر عليكي. هموت من الفرحه يا اختي. اسم الله. امال عروستنا فين عشان ابارك لها؟ بنتي فين يا نسوان؟ شوفي يا نجيبه يا حبيبتي، انت بكره الصبح ان شاء الله هتطلعي في صباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربيه والتعليم شخصيا هيتصل بيكي على الهواء مباشره. ما هو لسه قافل معايا من شويه، هي صوره. ايه صباح الخير يا مصر ده؟ البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، أصل بنت نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك أسئلة وانت ترد عليها. شفوي ولا تحريري؟ لا شفوي ولا تحريري، ده مجرد أسئلة كده عامة، وإن شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليها. اسئله في المنهج؟ يا حبيبتي مش في المنهج ولا حاجة، دي معلومات عامة كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش وما ينفعش امتحن في حاجه انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان يا نجيبة، دي قاعدة زي اللي احنا قاعدينها كده، بس ما فيهاش الناس دي، وهيسألوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي. واجاوب عليه ازاي يا ابله؟ اسمعي يا نجيبة بنتي، فاكرة كراسات الوزارة بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكرة النصايح والإرشادات اللي مكتوبة في ظهرها؟ هي دي. ده انا حافظاها صم يا بابا. خلاص، يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم، في حاجه؟ الله، ما تقوم يا فوقيه، قومي شغلي حاجه نسمعها وهيصوا زقطتها.